السلام عليكم. شحال من مره كتعيط على شي حد وكيتقطع الخط، وشحال من مره كتشوف الاعلانات ديال اتصالات المغرب في التلفازه وكتصور راسك واش هاد الشركه العملاقه كتبقى هي الافضل؟ اتصالات المغرب ماشي غير مزود ديال الانترنت والهاتف، هي ماكينه اقتصاديه عملاقه عندها الارباح بالملايير، القيمه السوقيه اللي كتوصل لواحد 100 مليار ديال الدرهم. اليوم غادي نحلوا الدوسي ديال هاد الشركه، غنشوفوا الكنز ديالها اللي مخبيه والحرب ديال التيليكوم اللي دايره بين انوي واورنج، والاهم غادي نهضروا على المعامله اللي كيشتكي منها الزبون. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. مكالمات 3 جيجا رومينج زائد خدمة دود وجلوبو برايم غير 329 درهم للشهر. مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5 جيل اتصالات المغرب. نتمنى الدراري يدعمونا بواحد اللايك ومتابعه وشي تعليق تعطينا الراي ديالك، ونبداو على بركه الله. يلا نبداو بالفلوس، حيت هنا فين كاين السير. اتصالات المغرب كتدخل الايرادات السنويه ديالها اللي كتفوت 36 مليار ديال الدرهم، والربح الصافي اللي كيوصل 6 مليار ديال الدرهم كل عام. المداخل الضخمه كتجي من 81 مليون ديال الزبون مفرقين بين المغرب و10 ديال الدول الافريقيه، يعني شهريا الشركه كتدخل حوالي 3 ديال المليار ديال الدرهم، وهذا الشيء كيخليها قويه بزاف وصعيب باش تخسر. ولكن هاد القوه الماليه ماشي بوحدها، كاينين منافسين ما كيرحموش. ربح الحصه السوقيه شاعله بين انوي واورنج، واخا مروك تيليكوم عندها الريزو الاقدم والاقوى، المنافسين بداو كياكلوا ليها السوق. انوي مثلا ولات كتشد 35% من حصه السوق المشتركين المتناقلين. هذا الشيء خلى المنافسه تولي سخونه، خصوصا ان العروض انوي واورنج غالبا كتكون سخيه مقارنه مع اتصالات المغرب، كتبقى معتمده على الجوده ديال الريزو ديالها المضمون، وكتخلي المنافسين يجريو موراها. دابا نجيو للنقطه اللي كتحرق كلشي، خدمه الزبناء والمعامله. واخا الشركه كتدخل هاد الارباح كامله، شحال من واحد فينا تعذب مع مركز اتصالات، المرجو الانتظار، فاتوره خاطئه او التعبئه ما دخلتش. والشركه عندها هاد القوه الماليه صعيب عليها تحسن المعامله ديال الزبون. هادشي كيبين بلي الربح كيجي قبل ارضاء الزبون. وباش تعرفوا الحجم المشكل، الشركه كانت حكمات عليها بغرامات 6.3 مليار درهم لصالح انوي بسبب الممارسات والاحتكار. يعني المشكل ماشي غير في المعامله، راه حتى في المنافسه والالتزام بالقانون. اذا اتصالات المغرب هي عملاقه اقتصاديا كيحرك السوق، والقوه ديالها في المداخل الخياليه والريزو القوي اللي عندها، لكن في نفس الوقت هي تحت ضغط كبير من المنافسه ومن تطلعات الزبون اللي ولا عنده بزاف ديال الاختيارات. القوه ديالها خاصها تمشي في المسؤوليه كبيره تجاهنا حنا الزبائن. الى هنا كيسالي الفيديو ديالنا، شارك معنا الاراء ديالك في التعليقات. واش كتشوف ان الارباح الهائله ديال الشركه كتستاهل الجوده اللي كتقدم لينا؟ خلي لنا الراي ديالك، وشنو اسوأ تجربه دوزتيها معاهم؟ والى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ديروا لنا شي كومونتيرات. الفيديو الجاي ان شاء الله غنديروا على انوي يا على اورنج. تهلاو.